نحن كبشر عقولنا لا إراديا تكذب أي حاجة ما شفناهاش بعينينا. إذا جيت حكيت لك توا وقلت لك اللي فما كيان قاعد يراقب فيك أنت وعائلتك، يراقب فيك أنت وكل عبد تحب، في الغالب أنك باش تخاف وتتقلق، أما بعد 3-4 سوايع باش تنسى كلامي أصلا. في السنين اللي فاتوا شفت بعيني أكثر من اللي أنت تتوقع، وعرفت اللي ثم عباد تستخدم الطبيعة البشرية لمصلحتها باش تخبي الفساد متاعها وباش تخبي ثورتها. أما خليني نقولك حاجة، أي واحد باش يفيق شنيا فما ولا الكواليس باش يقصوله صوت. أما شبني حاسس هنا في بلاصة باردة، وين أنا تو بالضبط؟ يظهر لي قاعد نغرق، يمكن خاطر حبيت نوصلك معلومة نحكي لك عليها حد قبل، وهذا علاش قاعد نغرق. عادي، ما عندي حتى مشكل، وما نحب تسمعني قبل، نحب تسمعني. إذا كانك تولد تذكر أعرف راك تولدت من غير قيمة، عكس البنات والقطاط تولدوا محبوبين جوست على خاطر جيناتهم. وأكبر دليل أن وقت اللي تحب تعرس أنت اللي يطلبوا عليك كل شيء، وقت اللي ما تقدرش أنك توفر المتطلبات كيما الدار والكرهبة والمهر حتى حد ما هو باش يقبلك. هذاك علاش أنت لازمك تحسد القيمة والقوة والرجولة وتطلع في المستوى اللي أنت عليه تو. في الفيديو هذا باش نعطيك 7 دروس الدنيا تعلمهم لك، أما تعلمهم لك بطريقة صعيبة وتعلمهم لك في وقت مخر ساعات. 7 حاجات اللي باش نعلمهم لك باش يأثروا برشا على حياتك. ونصيحة أبقى لآخر الفيديو خاطر تنجم تكون آخر نصيحة هي أهم واحدة فيهم. درس لولاني، ما ثم حتى مشكلة تتحل عن طريق التذمر. إذا كان عندك مشكلة في حياتك ولا في البلاد اللي عايش فيها وقاعد كل يوم تتشكى وتتذمر، أعرف اللي الشيء هذا ماهوش باش يفيدك، أنت جوست قاعد تضيع في وقتك وطاقتك. المشكلة اللي وقتك وطاقتك هذاك وتنجم تستثمر في أي حاجة أخرى قادرة تفيدك خير ما تقعد تتشكى. إذا كان الوضع اللي أنت عايش فيه تنجم تبدله، معناه ما تنجم تلوم كان روحك من غير ما تقعد تلوم في الظروف اللي دايرة بيك. وإذا كان عندك مشكلة خارجة على السيطرة متاعك من غير ما تقعد تضيع فيها وقتك، انساها خاطر كيك باش تدرك الفرخ اللي قاعد ديما يشكي. انت كراجل لازمك تقوم وتحل المشاكل اللي تنجم تحلها، خاطر كان ما حليتهمش انت حتى حد ما هو باش يحلهم لك. انت اللي لازمك تقف مع روحك. اذا كان باش تبقى الوقت الكل وانت تتشكى، انت بيدك باش تحس روحك انسان ماكش قد المسؤوليه، وثيقتك في روحك باش تنقص، والشيء هذا باش ياثر بطريقه خايبه برشا على حياتك، خاطر باش تولي العباد ما عادش تحترمك وباش ينقص شعورك برجوليتك. خاطر انت كراجل لازمك تبدا تتغذى على حل مشاكل في حياتك. الدرس الثاني، مراجعة روحك، ولا خلينا نقولوا تقبل اللوم. الكلام هذا مربوط بالكلام اللي قلته لك قبيله. انت تو كان عمرك فوق 18 سنه لازمك تعتمد على روحك، خاطرك ماكش صغير وكل قرار باش تاخذه في حياتك باش ياثر عليك في المستقبل، وانت اللي باش تتحمل العواقب نتاعو زاد. اقعد نهار بينك وبين روحك قولش بحياتي خايبه، اسال روحك علاش وضعيتك الماليه خايبه، علاش شخصيتك ضعيفه، علاش الناس ما تحبكش، علاش ديما مسكر على روحك. اسال روحك شنو هي المشاكل اللي عندك في حياتك وشكون اللي لازم يتلام عليها. اما انا باش نقول لك تو انت الوحيد الملام عليها. اقول لك حاجه، انا بيدي في وقت من الاوقات كنت كيفك بالضبط، لوم الوضع، لوم اللي دايرين بيا، كل شيء نلومه كان روحي. كنت مستحيل نتقبل اللي اي حاجه تصير في حياتي انا المسؤول عليها. اما كهو وصلت لمرحله قلت اي حاجه تصير في حياتي انا اللي لازم نكون مسؤول عليها، سواء قرارات خايبه انا قاعد نعاني فيها تو او لا حتى حاجات من الاقدار نفسه. خاطر في الاخر حتى حد ما باش يهتم كي تدمر حياتك، حتى حد ما يهمه حتى كان مت زاد. يمكن يحزنوا عليك شويه اما بعد سيئة وفات حياتك وفات، وهي اسمها حياتك خاطرها مسؤوليتك. انت اللي لازمك تاخذ القرارات وانت اللي لازمك تتحمل مسؤوليتك في الاخر. وخذها مني وانت مغمض عينيك، وقت اللي ما عادش تلوم الوضع اللي داير بيك وتولي تلوم كان روحك وتاخذ بزمام الامور كالراجل بالحق، وقتها حياتك باش تتحسن برشا. خاطر انت وقتها باش تولي تحاول تبدل اي حاجه تعاني منها ولا اي حاجه غلطه في حياتك، باش تولي تخدم اكثر على مشاكلك وتصححها. او نقول لك حاجه، وقت اللي تبدا تلوم في روحك وضعيتك باش تتحسن، شخصيتك باش تتحسن، وضعك المالي باش يتحسن. وذاك علاش بكل اختصار تحمل اللوم. الدرس الثالث، لازمك تعرف اللي انت ما تعرف شيء، تعلم اكثر. باش نحكي لك حاجه واكيد راه صارت معك قبل، ترجع تشوف الحاجات اللي كنت برتجي فيها على الفيسبوك قبل عام ولا عامين تالي، تحس بالعار، تحس بالحشمه، تقول يا رسول الله كيفاش كان مخي صغير ونخمم هكا. خاطر انت توا تحس روحك في مستوى خير من اللي كنت عليه قبل، اما المشكله اللي تنجم تكون تحس روحك توا بطل وسيء، انت احسن نسخه من روحك واللي تعرف كل شيء وما عادش مستحق انك تزيد تتعلم اكثر وتكتسب خبره اكثر. اما كن متاكد ل3 سنين اخرين باش تتمنك على روحك زاد على الحال اللي انت عليه
تو، باش تحس بالعار على التخمام اللي انت تخمم فيه تو. وهو باش نقول لك حاجه وخذها مني، العبد كل ما تعلم اكثر وكل ما زادت خبرته في اي مجال باش يفيق اللي هو ما تعلم شيء ومازال برشا حاجات لازم يتعلمها، وباش يفيق اللي هو مازال بعيد على مستوى الخبره اللي هو يحب يوصل، وهكا باش يولي يحاول انه يتطور كل يوم، وهكا باش يولي عنده خبره اكثر منك، خاطر انت وليت ما عادش تحب تطور من روحك اكثر وما عادش تحب تبحث اكثر، وليت ترى في روحك كينج والغرور كليك، وسبب هذا يكفي انهم رجال الاخرين يدمروك، خاطر نحن في الحياه هذه الكلنا في منافسه، اذا كنت تحب على ثروه اعرف راك باش تفكها من عبد اخر، واذا كنت تحب الشهره والقوه والسلطه اعرف اللي انت راك باش تفكها زاد. هذا هو الواقع سواء حبيت تقبله ولا ما حبيتش. وهو باش نقولها لك من الاخ، اللي عنده معلومات وخبره اكثر منك باش ينحي منك كل شيء ويدمرك من غير حتى ما تفيق. هذاك علاش خليك تتطور كل يوم وتتعلم، ما تخليش الغرور متاعك يهزك في طريق تندم عليه. الدرس الرابع، إذا كان ما فماش عدو عندك من داخل ما فما حتى عدو من برا ينجم يأذيك. هذه جملة إفريقية قديمة وصحيحة أكثر من تتصور، خاطر كان ما فما حتى حاجة تسمم عقلك من داخل ما فما حتى حاجة ولا حتى عبد ينجم يأثر عليك من برا. يعني إذا كان عقلك ماهوش مدمن على الدوبامين نتيجة ماكلتك للحلو والأكلات السريعة، بأعرف راك باش تبقى في صحة باهية وميزانك خير زاد، وماكش تلقى حتى صعوبة أنك تعمل بدن. ومن جهة أخرى واللي هي أهم، أنك تكون مدمن على السوشيال ميديا وتاخذ دوبامين الساهل منها كيما التيك توك اللي تبقى تسكرولي فيه وانت تلوج على فيديوهات تضحكك، وقتها ما تجيش تحكي اللي انت ما عرفتش تنظم وقت، لا انت ساعه برا رجع وقتك من بعد نظم، فاهم؟ خاطر انت كانك ماكش مدمن على التطبيقات هذيا ماكش تلقى صعوبه في انك تنظم وقتك، انك تخدم وتطور روحك اكثر. ولا خلينا نفترضوا اللي انت صانع محتوى متاع رياضه وقاعد تمشي للصاله كل يوم باش تصور فيديوهات تنفع بهم الناس، اما اذا كان تخمام في راسك شنو العباد باش تقول علي وانا نصور في روحي، زعما باش يضحكوا علي ولا باش يشوفوني انسان مصدق ويقولوا السيد هذا فاش قاعد يصنع، وقتها ماكش باش تعمل حتى شيء، باش تولي شخصيتك ضعيفه. اما اذا كنت تخمم انك بالكونتوني اللي تصنع فيه انك باش تعاون عباد وباش تفيدهم، لا اراديا باش يولي ما عادش يهمك راي العباد، وتقول بينك وبين روحك المفروض والاحسن ليهم انهم يشكروني خاطرني قاعد ننتج في حاجه. هذيك علاش رد بالك من اعداء العقل، خاطر هما الحاجه الوحيده اللي تنجم تاثر عليك. الدرس الخامس، الصبر قوة خارقة. يمكن انت ما لاحظتش الحاجة هذه، اما نحن نعيشوا في زمان الصبر حاجة صعيبة على الاخر. اذا كنت تحب تلوج على حاجة تنزل نزلتين على تليفونك يجي كل شيء، اذا كنت تحب تمشي لبلاصة بعيدة فما كراهب وطيارات يوصلوك وين تحب، حتى الماكلة ولات اسمها مأكولات سريعة، والشيء هذا باش يأثر عليك خاطر باش يخليك ما عادش تصبر. وقت اللي تجي تعمل حاجة لازم تاخذ برشا وقت ومجهود، كيما انك تتنظم على ماكلة معينة في مدة معينة، ولا قاعد تحضر في مشروع العام ولا العامين القدام، تلقى روحك ماكش قادر انك تعمل الشيء هذا، خاطر انت بكل بساطة تم برمجتك انه كل شيء يصير فيسع فيسع. هذاك علاش ماكش نجم تطور قدرة الصبر اللي عندك، باش تولي انسان عديم صبر، والشيء هذا كافي انه ما يخليكش تتقدم في حياتك. بعد ساعات تجيني عباد تقول لك كيفاش نجم نعمل فلوس، اعطيني اسم ابليكاسيون ولا سيت تعمل بها فلوس. فهمني شنو نقصد يا صاحبي؟ الفلوس ماهيش باش تجيك من سيت ولا ابليكاسيون، الفلوس تجي من الخبرة اللي عندك، من الذكاء اللي عندك، من الوقت والتعب اللي تحطه في خدمتك، والشيء هذا يحتاج برشا صبر. هذاك علاش كان ما عندكش صبر في الغالب راك باش تفشل في اي حاجة تبدا فيها. الدرس السادس، كون انسان نادر. كلنا نعرفوا انه كل ما زادت ندرة الحاجة كل ما تزيد قيمتها، هذاك علاش الذهب والالماس حاجة غالية برشا، ولسبب هذا زاد إشارة التوثيق تاع السوشيال ميديا حاجة مرغوب فيها، خاطر مش الناس الكل عندها منها، وانت كراجل لازمك تكون نادر. وقت اللي تقعد في بلاصة لازمك تسمع اكثر من اللي تتكلم، وهو باش نقولك علاش. اول حاجة باش تقلل من الاغلاط اللي ممكن تحكيها، وثاني حاجة باش تتعلم اكثر، خاطر كل ما تسمع اكثر وكل ما تتعلم اكثر. ثالث حاجة باش تعطي قيمة لكلامك، خاطر كل ما كلامك يكون شوية باش يكون مرغوب فيه، وقت اللي تحب تحكي الناس الكل باش تسمعك. والندرة ما تقفش كان في الكلام، حتى وجودك بيدو لازم يكون قليل، لازمكش تكون ديما ظاهر في الصورة، خاطر الشيء هذا باش يخليك ساهل في عيون الناس، وغير هذا باش يشوفوك انسان فاضي شغل ما عندك ما تعمل في حياتك. ما تبداش ديما موجود، ما تجاوبش على المساجات اللي تجيك في نفس اللحظة، مش خاطر تحب تجيبها رزين وعندك خشم، ما تجاوبش خاطر لازمك تكون بالحق عندك ما تعمل، وتليفونك مش لازم يبدا ديما معاك، ولا حطه مود افيون. قوم بالحق لاهي بروحك، وقتها بالحق الناس باش تحترم غيابك وتقدر حضورك. وهذاك علاش لازمك تتذكر اللي الشمس يكروها العباد في الصيف لكثرة حضورها، اما تحصل تقدير وحب الناس كي تظهر في الشتاء البارد. الدرس السابع، ما تخلي حتى حد يتنمر عليك. اكيد صار عليك موقف جاء عبد وتنمر عليك وانت صغير، وحتى كان متنمر عليك حد بازرك تعد عليك موقف العبد يتنمروا عليه. اغلبيه العباد يسخبوا التنمر يصير كان وقت اللي كنا صغار، والشيء هذا غلط، خاطر
في اي لحظه من لحظات الحياه ينجم يجيك عبد ولا برشا عباد يتنمروا عليك، وفي الاغلب الحالات يكونوا ضعاف شخصيه يحبوا يفرضوا قوتهم عليك، سواء في الخدمه ولا في الشارع ولا في المدرسه ولا غيرها. وقتها انت لازم تدافع على روحك وعلى حضورك. انا مش نحكي لك انك لازمك تضربهم، حاول من الاول انك تحل المشكله بالكلام، لازم من الاول نحاولوا نحلوا المشكله بالنقاش. اما اذا كان وصلت لمرحله شفت النقاش زايد، وقتها لازمك تدافع على حضورك وما تخافش انك تتضرب، خاطر في الغالب ماكش باش تحس شيء بسبب الادرينالين. انا نحكي لك انك لازمك توفي الموضوع بضربه واحده في الفك نتاعو، ضربه بركه صحيحه في الفك طيح اكبر جحش بتنم. هذيك علاش لازمك تترانى وتخلي بدنك يكون اقوى. ونصيحه باش نقولها لك، كان ضربت واحد وقدرت انك تغلبه ما تبداش فرحان وتحاول تعرض في قوتك، حاول تنسحب من الموقف وتخرج من البلاصه اللي انت فيها في اسرع وقت، خاطر ما نعرفش ما عندك فاش تستنى. ما نتصورش كان تحب يجيو اصحابه يتقتلوا فيك، ولا يجي الحاكم يبيسك وتولي انت مطلوب، تولي انت المذنب في عينيهم، رغم اللي انت كنت تدافع على روحك. اما الخلاصه نتاع الكلام، ما تخلي حتى حد يتنمر عليك، خاطر اللي يتنمر ماهوش باش يقف في حد معين، وكل ما يلقى فرصه باش يعاود يرجع لك مره اخرى ويعاود يتنمر عليك، وانت كراجل مش لازم تسمح بالشيء هذا. خواتي الشين هذه هي اول شين في تونس باش تخليك تعيش راجل بالحق وتموت راجل. انا باش نحاول نعاونك باللي نقدر، باش نحاول نخليك تعرف تاخذ قرارات صحيحه وتعرف تبني حياتك وتكون انسان مسؤول بالحق. والشيء هذا انا بيدي قاعد نطبق فيه في حياتي، خاطر كان باش تبدا تبدل من روحك مش حاجه سهله كما تتصور. بالحق تنجم تقول اصعب استثمار تعمله هو استثمار في روحك. اما لازمك تبدا من تو، ما عندك فاش تستنى، الدنيا صعبت برشا على قبل، وانا نوعدك انه باش تعيش حياه خير في المستقبل باذن الله. نعرف لي الوضع صعيب، وانا كيفي كيفكم واحد من الشباب اللي عايش التعاسه لعينيه. اما شنو الحل؟ نقعدوا قاعدين نتشكاو ولا نلمدوا حق حرقه؟ طيش روحك بين البحور وتخاطر بحياتك اللي هي اكبر نعمه عطاها لك ربي. اصلا حياتك هي اكبر نعمه عطاها لك ربي. شوف الكونتينيو هذا باش يستهدف عباد واعيين وعباد تفهم وعباد تحب تبدل. نحبش نحكي مع انسان بايع حياته بايع وقته بايع قيمته، حياته قاعده تضيع كل يوم قدامه وهو مش هوني. وقت اللي يعمل عقل ويفيق باش يلقى سيئ الزمان فاتو وهو قاعد يبكي ويتشكى. وقتها باش يجي يحاول يرجع الوقت باش يلقى الوقت ما يرجعش، وعمرك على قد ما يطوال على قد ما يقصر. شوف نتمنى انك قاعد تستوعب في الكلام اللي قاعد نحكي لك فيه من قبل، واذا كان وصلت تسمع فيه حتى كشي توا اعرف راك عملت الخطوه الاولى، ان شاء الله تكمل في الطريق. ونهنيك اصلا خاطر غيرك ما عندوش التركيز الكافي باش يكمل فيديو حتى كشي اللحظه هذه. غيرك فيديو كيف هكا قادر ينفع ويظهر له انه ما يستاهلش وقته ويرجع يجري للتيك توك والفيديوهات القصيره يلوش فيديوهات تضحك. حد التو يزي خواتي، نطلب منكم انكم تشتركوا في القناه وتبارتاجيو الفيديو قد ما تنجموا. خلينا نلقاو الشباب اللي يحب يبدل واللي يحب يحسن وضعيته. الهدف من الشنة ذي اننا نلقاو العباد اللي مش مأيسة وتحب تبدل. خلينا نحطوا اليد في اليد مع بعضنا ونبدلوا بقدرة الله. كان معاكم بهاء، سلام.